بالعكس احنا عايزين العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية. الشعب المصري كله عايز الشريعة فعلا، إلا التلفزيونيين يعني باختصار. إنما غير التلفزيونيين الشعب عايز الشريعة، عايز يعيش حياة نظيفة. أنت عارف حضرتك إن قانون العقوبات المصري يسمح بالزنا ولا لا؟ الزنا قانون رسمي، الزنا من مكارم الأخلاق في القانون المصري. مين يقول كده؟ مين يقول؟ من قال ذلك يعني؟ لا أدري. يعني لا، ده إجماع رجال القانون والقضاء والنص، أن الرجل إذا ما وقع في الزنا لا تثريب عليه أبدا. الحاجة الوحيدة أنه لو عمل ده في مسكن الزوجية تقوم الزوجة تقول له إيه اللي جابك هنا بس. إنما غير كده ده مش جريمة أساسا، وده له في القانون لا في الإسلام ولا في المسيحية ولا في اليهودية. ليس جريمة إذا ما ارتكبها وراء ستر. يعني هو يقول ذلك القانون. أليس هذا يتفق مع الشرع أيضا؟ لا، افرض قال أنا امبارح ارتكبت جريمة الزنا، في هذه الحالة ليس في القانون ما يجرمه خالص حتى لو اعترف. ولو بنت واحدة تعالي يا بنت أو شهود مثلا. هو معترف، هو مش عايز شهود. لو جت واحدة قالت والله أنا واخدة الشقة دي 6 شارع مش عارف إيه، وبستقبل أصدقائي في الشغل ولا في الجامعة ولا في كده، وبنرتكب الزنا والعياذ بالله يا رب العالمين، بس من غير أجر، ده يعني بس كده ممارسة يعني حرية، مش ممنوع عليها، هي حرة. فالقانون المصري فادح، فمين مش عايز كده؟ إذن هذه معضلات كلها يتحملها الجمعية التأسيسية